حبايبي طلاب سنة 5 وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في فيديو النهارده هنشرح مع بعض الليسون 2 في يونت 7 في كتاب كونكت. اوكي يلا، are you ready؟ اوكي let's start. يلا كده معايا اول كلمة معايا repeat after me. هخبي منك الكلمات وهكتبها لك هنا وانت هتقول انا كنت كاتبه ايه زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. اوكي يلا كده معايا اول كلمة قول ورايا on the right. on the right على اليمين. on the right على اليمين. on the right على اليمين. on the right. on the right. on the right. on the right معناها ايه؟ على اليمين. قرر ورايا on the right. on the right. طب على الشمال on the left. على الشمال on the left. على الشمال on the left. on the right. on the left. on the right. on the left. يبقى خد بالك مين البروبوزيشن حرف جر بيجي مع the right ومع left بيجي on. on the right على اليمين. on the left على الشمال. طب لو عايزه اقول على الحائط هقول on the wall برضو on. يبقى كده غنيها كده معايا on the right. on the left. on the wall. on the right. on the left. on the wall. on the right. on the left. on the wall. هخبيهم كده ويلا قول معايا. اول كلمة كانت برافو سمعتك on the right. تاني كلمة on the left. طب يعني ايه on the right؟ على اليمين. بعد كده عندك ايه on the left. يعني ايه on the left؟ على الشمال. طب on التالت كلمة كانت on the wall على الحيطة. on the wall. on the wall. طب لو عايزة اقول في المنتصف اسمها ايه بقى؟ in the middle of. in the middle of. في المنتصف in the middle of. in the middle of. in the middle of معناها ايه؟ في الوسط او في النص. in the middle of. in the middle of. in the middle of. طيب عايزه اقول بجانب اسمها next to. next to. next to. in the middle of. في المنتصف. in the middle of. in the middle of. طب next to معناها بجانب. next to بجانب. next to بجانب. خد معايا الكلمة اللي جاية كمان اسمها poster. poster. poster معناها ملصق. poster. 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 يلا كده بقى نخبي ونقول أول كلمة كانت in the middle of. in the middle of معناها في الوسط أو في المنتصف. الكلمة اللي بعدها كانت ايه؟ next to. next to. next to. next to بجانب. next to بجانب. تالت كلمة كانت برافو عليكم اسمها poster. 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 برافو عليكم شاطرين. يبقى تاني كده نراجع نعمل ريفيجن كده نفكركم on the right. on the left. on the wall. on the right على اليمين. on the left على الشمال. on the wall على الحائط. in the middle of. in the middle of في المنتصف. next to بجانب. next to بجانب. شفت to هختار next. شفت next هختار to. poster. poster. poster اللي هو الملصق. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض هناخد كلمة ايه كمان. كرر كده ورايا alone. 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 alone معناها بمفرده. alone. 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 alone معناها بمفرده. street واخدينها قبل كده. street شارع. street شارع. فيديو جيم ألعب فيديو. فيديو جيمز. فيديو جيمز. alone لوحدي بمفردي. street شارع. فيديو جيمز. فيديو جيمز. فيديو جيمز. يلا نخبيه ونقول أول كلمة alone. alone. تاني كلمة كانت فيديو جيمز. برافو فيديو جيمز. لا كانت ايه؟ كانت ستريت. برافو ايوه كده. اخر كلمه كنت انا كاتباها كانت فيديو جيمز. فيديو جيمز العب فيديو. فيديو جيمز. برافو عليكم. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض كلمه ايه كمان معايا. كلمه chair. chair. chair كلمة قديمة قوي وعارفينها. كرسي chair.
كرسي chair. طب لو عايزه اقول للحاجه اللي معايا انها حاجه مثاليه حلوه قوي وجيده قوي، مثالي perfect. perfect يبقى مثالي perfect، مثالي perfect، مثالي perfect. يبقى تاني كده معايا chair chair كرسي chair perfect 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 معناها مثالي. كلمة كمان معايا كلمة make، مش make بس، هنحط معاها كمان كلمة ده expressions بقى. يلا كده احفظها معايا. make friends يكون صداقات، make friends يكون صداقات، make friends يكون صداقات. يبقى chair كرسي مثالي perfect، make friends يكون أصدقاء. يلا كده معايا أول كلمة كانت chair excellent معناها كرسي. بعد كده perfect مثالي، perfect مثالي. بعد كده عندي make friends يكون صداقات، make friends make friends. اوكي برافو عليكم. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنا القطعة اللي هقراها معاكم. هوظف فيها حروف الجر علشان تثبت جوه دماغكم اكتر. بيقول لك ايه؟ I love my bedroom انا بحب اوضه النوم بتاعتي. I share it انا بشاركها with my sister بشاركها مع اختي. On the right على اليمين there is my bed بيوجد السرير بتاعي. with a desk next to it اللي فيه المكتب جنبه، هو ده السرير بتاعي. on the left على الشمال there is my sister's bed على الشمال بيكون موجود سرير أختي. in the middle of في المنتصف the room في منتصف الأوضة there is an armchair في كرسي بإيد armchair with two cushions ليه مخدتين and a big closet وكمان في خزانة ملابس كبيرة. on the wall على الحيطة on the wall يبقى احنا قلنا حرف الجر on بيجي مع 3 on the right on the left on the wall on the right on the left on the wall. بيقول لك موجود ايه؟ there are lots of posters of animals في كثير من البوسترات للحيوانات. اوكي يبقى عرفتوا معايا القطعة هنا بيوظف فيها حروف الجر اتعلمناها. next to بجانب on the left على الشمال on the left على الشمال on the right على اليمين on the right على اليمين in the middle of في المنتصف in the middle of. اوكي تعالى بقى نشوف مع بعض الكلمات اللي بعد كده. عايز يعلمني prefix on. تعالوا نشوف كده لما نحط كلمة الحرفين بتوع on دول بيعمل ايه. اصلا معناهم not كأنك بتنفي بتقول لا. on بتعكس الكلمة اللي بتتحط قبلها. on بتعكس الكلمة بتديني الاوبوزيت للكلمة اللي بتتحط قبلها. يعني زي ايه؟ زي كلمة friendly ودود. friendly ودود عايزة اعكسها اقول ده شخص غير ودود خالص يبقى unfriendly. عندي اللي بعد كده كلمة كل دول خلي بالك ان كل دول صفات. comfortable معناها مريح. عايزة اعكسها حط قبلها equal not بتساوي not بالظبط. لو عايزة اعكس comfortable مريح هقول uncomfortable غير مريح. طب lucky محظوظ عايزة اعكسها unlucky غير محظوظ. safe آمن عايزة اعكسها وانا مغمضة يبقى unsafe. happy سعيد عايزة اعكسها unhappy. fair عادل عايزة اقول حاجة غير شخص غير عادل هقول unfair. يبقى عرفت كلمة on تحط قبل الصفة تعكس معناها بتديني الاوبوزيت بتاعها. ان بتساوي بالظبط زي كلمة not. اوكي تعال نشوف معايا الجدول ده وركز فيه كويس. عندك الكلمات والديفينيشن بتاعتها. unfriendly ايه كلمتها او ايه الديفينيشن بتاعها؟ not kind to someone
غير عطوف مع الناس. unsafe غير آمن بتساوي كلمة أو معناها إيه؟ dangerous خطير. dangerous خطير. unhappy equal sad. unhappy غير سعيد هي معناها sad. uncomfortable معناها إيه؟ something that doesn't feel nice to sit on or wear on your body. شيء غير مريح ما بيديكش شعور جيد ان انت تقعد عليه او تلبسه على جسمك، يبقى دي حاجه غير مريحه. uncomfortable. unlucky غير محظوظ. unlucky غير محظوظ. something bad شيء سيء happens to you without a reason. شيء حصل لك سيء انت مش عارف سببه ايه، هو انت كنت ساعتها غير محظوظ. unlucky. unfair غير عادل. something that happens شيء بيحصل that isn't morally right or fair غير أخلاقي أو غير عادل. شيء بيحصل غير أخلاقي أو غير عادل، يبقى هنا في unfair، في مفيش عدل هنا. أوكي، تعالى بقى معايا نحل الأسئلة مع بعض. أنا بحل من كتاب الباهر اللي بيتابع معايا. مين شطور بقى ركز كده معايا. أنا قلت إيه؟ space، هنا عايز نعمل choose space the right of my bedroom. there is my bed. ها حرف جر بيجي مع the right على اليمين. انا لسه قايله ايه؟ on the right on the left on the wall. 3 بيجي معاهم on the right on the left on the wall. هنا right يبقى هاخد معاها on. طيب هنا بيقول لي in the a of. انا لسه قايلها لك برضو اسمها a of. in the middle of the room there is an armchair. يبقى in the middle of the room. number 3 is space the wall. أنا لسه قايلة على الحيطة ها on the wall على الحيطة on the wall. طب number 4 بيقول لك his cat dead. قطته ماتت last week الأسبوع السابق. he was very هو كان قطته ماتت his cat dead last week يبقى هو ماله unhappy طبعا غير سعيد. number 5 I never sit in. أنا عمري ما قعدت that green armchair على الكرسي الأخضر ده. it's very عمري ما قعدت على الكرسي الأخضر ده. ليه؟ لأنه uncomfortable لأنه غير مريح. number 6 بيقول لي don't go down the street in the dark alone. ما تنزلش الشارع لوحدك في الضلمة. it's very unsafe لأنه غير آمن. ما ينفعش أنزل الشارع street وهو ضلمة لوحدي. number 7 the bed is not very. السرير ماله، خلي بالك هنا النوت دي زي بالظبط. السرير ماله I can't sleep on it. أنا مش عارفة أنام عليه. يبقى السرير إيه؟ هختار إيه؟ comfortable. حد يغير كده ويفكر ويقول إيه ده؟ هي ليه ميس خدت comfortable؟ دي معناها مريح. إزاي مريح وأنا مش قادرة أنام عليه؟ ما في نوت أهي، في نوت هنا قبلها أهي، يبقى not very comfortable. هو حاططها لك هنا فوق، يبقى not غير مريح. number 8 she is sad. هي حزينة، يبقى هي إيه؟ يبقى هي unhappy، هي غير سعيدة. تعالى بقى معايا هنا الجدول unfriendly غير عطوف. أنا لسه قايلها معاكم في الشرح هنا. unfriendly إيه جملتها؟ not kind to someone يبقى letter D. unhappy معناها مش فرحان، يبقى هو إيه؟ sad حزين. unlucky مش محظوظ، يبقى ايه الجملة بتاعتها؟ something bad شيء سيء حصل happens to you without a reason. شيء سيء حصل لي بس مش عارف سببه ايه، فانا unlucky. unsafe غير آمن. unsafe يعني dangerous يبقى letter B. unfair غير عادل هتبقى something that happens that isn't morally right or fair. شيء غير أخلاقي أو غير عادل هتبقى هنا letter E. اوكي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا سنة 5. شجعوني يلا بلايك وشير كتير علشان اكمل معاكم باقي المنهج. اشوفكم على خير ان شاء الله. جود باي.